شايفين دي كرة لومس. دي كرة لومس. عشان نفهم الوضع الجانبي ده فاحنا هنرسم الخطوط اللي هي دي. يعني أنا عندي الوجه باصص أمامي أهو. تمام. عايزين نرسم الوجه ده. خط السنتر ده هو على حدود الوش من الوضع الجانبي، فمعنى إن أنا حركتها كده يبقى أنا وصلت للوضع الجانبي. خلي بالك إن المسافة دي مش قد دي. يعني مش عشان أرسم وضع جانبي مش لازم أخلي المسافة دي قد دي. دي مش قدها بعينيك كده. تبقى قدها امتى لو انا عملت كده؟ هو الوش اللي انا هرسمه دلوقتي ما هوش باصص كده، هو باصص كده. يعني جزء من خط السنتر ده باين يعني. يعني ده مش وضع جانبي. الوضع اللي انا ارسم فيه الكرة دي في النص بالظبط هو الوضع ده، اللي هو مش اللي في الصورة اصلا. اللي في الصورة عامل كده. فاهمين قصدي؟ خلي بالكم الحتة اللي انتوا بتقعوا فيها، عشان لما تيجي ترسم الوضع الجانبي كده وتطلع معاك الرسمة مش مظبوطة، انت محتاج تحرك الكرة كده. حاجة هنرسم دايرة. الدايرة دي هي الكرة دي، بص. هي الكرة دي لو انا لفيت كده يبقى هي الكرة اللي انا شايفها دلوقتي. هي دي الدايرة اللي انا رسمها. دي هي دي انتوا شايفينها دلوقتي. عايزين ننقل بقى الخطوط دي. يعني احنا عايزين نجيب الزاوية دي. خلي بالك ان الزاوية اللي انا هرسمها دلوقتي دي باصة لتحت شوية، يعني عاملة كده. شوف ده خطوط مستقيمة صح؟ مش احنا شايفينها خطوط مستقيمة؟ ده خط مستقيم وده خط مستقيم واللي تحت ده خط مستقيم. بس الخط المستقيم ده باصص لتحت شوية كده، معنى كده ان هو بيبص لتحت. يبقى انا هتحرك من كده هعمله كده. شوف كل حاجة اتحركت، كل حاجة بصت لتحت. فانا بقى هرسم بقى. شفته ده؟ تعالى كده تعالى نتعامل مع الموضوع بكل بساطة. فين العدلة بتاعت الكرة؟ انا بصيت كده، فانا بقى محتاج ان انا اخليه يبص لتحت شويه كده. تمام. يبقى انا هعمل كده. لما اجي ارسم خط الحاجب مش هرسمه بقى مستقيم كده، لا ده انا هميله لتحت شويه كده. بس برسمه فين؟ في النص. بص إن الخط ده في نص الكرة، النص ده قد ده. فطبيعي لما اجي هرسمه في النص، في النص الكرة بالظبط. طب وده عمودي عليه في النص برضه. طب ده يا حامد ده ايه؟ ده خط عادي السنترة. ده خط السنتر بس من الجنب، قاسم الوش اتنين كده من الجنب. بس ده احنا مش هنعتبره خط السنتر، احنا هنعتبره هو الخط ده. شايفين؟ هو الخط ده اللي في النص ده هو الخط ده. لما الوش هيتحرك معاه كده. بصوا هيبقى فين؟ على حدود الدايرة. بص هيلف يبقى على حدود الدايرة بالظبط. فأنا هاخد الخط ده أخليه على حدود الدايرة دي من هنا كده. يعني هيتحرك المسافة دي كلها. ارجع تاني للوضع ده. ده الوضع اللي انا برسمه. ده الوضع اللي انا برسمه دلوقتي، اللي هو باصص قدام على طول. اللي هو الخط ده في النص، والخط ده الشريحة في التلت في السدس الشمال، والشريحة دي في السدس الشمال والسدس اليمين. ده اللي انا رسمته. واخدين بالكوا؟ ده اللي انا رسمته اهو. بنقله من على الكرة اللي انا ماسكها. يعني انا بنقل الوش من على الكرة اللي انا ماسكها اهو. انا نقلت اللي كان هنا. ماليش دعوة بالصورة دلوقتي. انا دلوقتي بقى عايز ابص للصورة هلاقيها باصة في الجنب كده. بصوا كده. شفت الخطوط دي؟ احنا عايزين نخليها بقى كده. فانا لازم ارسمها في الوضع الامامي اللي هو ده، وبعدين اقوم ماسك الكرة محركها زي الزاوية اللي انا عايزها دي. مش انا قلت هخليها تبص لتحت شوية؟ انا وانا هنا هخليها تبص لتحت شوية، ان انا اعملها كده. ما هو بص لو انا عملت كده وبصيت كده هلاقيها بصت لتحت. فهو ده اللي انا بعمله بالظبط.
يعني اكون كده عايز اميل لتحت، هميل ده وابص لتحت، هيبص شوف مجرد ما هتميل ده كده وكده يوصلك لتحت. فانا رسمت دلوقتي مين ده، انا عمال اعيد عشان الناس اللي بتدخل جديد مش فاهم. ده انا رسمت الوضع الامامي. الحاجات دي ثابته في اي وش، سواء كان مربع، مثلث، مدور، سواء كان راجل كبير، سواء كان راجل عنده لغد، سواء كل ده. لان الدايره ده بتمثل لي الجزء بتاع الجمجمه. انت لو واحد وشه تخن او وشه ربع، الجمجمه شكلها ما بيتغيرش، هو الفك اللي بيتغير. والفك وانا برسمه بيتغير، بغيره. يعني هو بغيره على حسب الشخص اللي انا برسمه، عشان ما حدش يقول النسب ثابته في الوضع الامامي. وبعد كده انا بغير الفك على حسب الشخص يعني. لكن الجمجمه اللي فوق مدوره عندنا كلنا، الجزء اللي فوق من الجمجمه. فانا دلوقتي رسمت مين، الوضع الامامي. دلوقتي بقى انا عايز اتحرك بقى ناحيه الشمال، ان هو بص في الجنب كده. بس هو ما بصش كده، يعني الدايره دي مش في النص، مش في نص الكره. هو اتحرك، هو راجع لورا كده شويه، مش كده. في فرق. المسافة دي قد المسافة دي صح؟ هي مش قد بعض، هي راجعة لورا شوية كده. يعني جزء من خط السنتر اللي هو ده اهو باين لسه، او باين في جزء، معنى كده ان الجزء ده لسه صغير، والجزء ده اكبر منه شوية. فطبيعي لما انا هاجي بقى احرك ده اللي في النص ده، اللي هو في النص هنا ده، احركه فين؟ على الحدود، ان انا احركه على حدود الدايرة هنا كده، قبلها بشوية. بس عشان المسافة صغيرة فانا بعتبره على الحدود. فانا هاخد المسافة دي كده اهي، هحرك بقى، مش ده هيتحرك لحد هنا، فده هيتحرك وراه. يعني المسافة دي، ده برضه هيقطع نفس المسافة. المسافة اللي انا اتحركتها دي، ده هيقطع نفس مين المسافة، فهيوصل لحد هنا صح. ده هيقطع المسافة اهو، اللي هو ده هيقطع كل المسافة دي يوصل لحد فين هنا. فانا المسافة دي قطعها اهو. فانا عندي الارتفاع مين، الشريحة اللي هو في التلت ده. خد الارتفاع ده اهو واعمله العرض ده. يعني خد الارتفاع اللي انت عامله ده واعمل الشريحة، اعمل الشريحة دي كده. طب انت عايز الدايرة دي تطلع معنى الدايرة دي بتتحرك لقدام كده، دي كده بتطلع لقدام كده، يبقى هما بيتحركوا، يبقى ده اتحرك المسافة. عشان تفهم بس ان انت كل ما تيجي ترسمها هي بتختلف الحركة بس اللي بتختلف من وش لوش. فعشان تجيب مسافة الحاجب صح، المسافة اللي هي دي. كنت كده اهو، الخطوط الأمامية لسه باينة، ده حركته كده راح على حدود الكرة، وده كان هنا اهو اتحرك معاه كده. طب وده اللي هو ده اللي هو ده راح فين؟ هيلف الناحية التانية مش هشوفه. بصوا استخبى فين، راح الناحية التانية بقى قصاد، بقت الدايرة دي فيها في دايرة قصادها الناحية التانية. وصلت؟ كده انا خلصت يعني، كده انت فهمت اللومس. انت لو فهمت اللي انا قلته ده فهمت. بص اللي جاي سهل كله. انت لو فهمت ان الوش اتحرك كده، بص تقعد تمسك الكرة دي وتقعد تحرك في اي زاوية انت عايز. ما تعتمدش ان انت تجيب برنامج وتعمل خطوط حمراء على البورتريه، مش هتتعلم. انت لازم تتعلم من دي هي اللي تعلم. بدل ما تجيب الخطوط الحمراء وتتعب نفسك، روح هات دي اللي هتعلمك. هات كرة وخطط عليها التخطيط ده بس. وكل ما تشوف بورتريه باصص في الجنب، حرك الخطوط كده وشوف اتحركت ازاي وارسمها. حركها لفوق وارسمها، حركها في الجنب وارسمها بس. هو انت لما تتعلم كده خلاص هتتعلم لومس. خد المسافة دي اللي هي مين، الخط ده فين في النص، يعني المسافة دي قد دي. هاخد بقى المسافة دي قد دي هنا. خلي بالك بقى، انت ده خط السنتر اهو، ما تاخدوش مستقيم كده، هو ما بيتاخدش مستقيم. هو الدقن بترجع لورا في الجزء ده كده، تبقى راجعة لورا كده. النقطة دي بتروح للدقن، النقطة دي بتروح للدقن. فطبيعي انت لو بصيت للولد الجبهة بتاعته فين، دي الجبهة ودي الدقن، راجع لورا ولا لأ؟ راجع لورا. يعني مثلا انت عندك دي الجبهة، انت لازم تكون فاهم ان الدايرة دي اخرها من هنا هو الجبهة، من عند الحاجب، لان ده خط الحاجب.
والنهاية دي من هنا هي الجزء اللي مستخبي تحت الشعر هنا، نهاية الجمجمة من ورا. تمام، فالنقطة دي راجعة لورا، دي جاية كده راجعة لورا كده مسافة صغيرة، فمبتبقاش مستقيمة. بعد كده هتطلع بقى بالدقن. الدقن بتطلع من، شايفين نقطة في نص الكرة؟ شايفين؟ مش أنا قلتلكوا إن ده خط السنتر اللي هو اتحرك هنا، ده اللي هو كان كده وقام اتحرك كده، صح؟ ودي بقت الدايرة، في خط في النص أهو، شايفينه؟ الخط ده قاسم الوش من الجنب، قسمه اتنين، هو ده موجود هنا. عشان كده بقولك احفظ الكرة دي، هي دي اللي هتعلمك. يعني انت باصص كده اهو، شوف انا اتحركت اهو، فين بقى؟ شايفين الودان بتبقى في التلت ده، فالخط بتاع الودان بيميل فين؟ في النص، شايفين النص ده كده بيميل كده اهو، في نص الشريحة. خلاص، اظبط بقى خط الودان بنفس ميل الصورة، يعني اظبطه بنفس الميل. هي الودان هتطلع من هنا، لكن هتلاقي الدقن راجع لورا، فعشان كده برجعه لورا شوية. وبعدين هشوف الدوران ده فين، الدوران اللي هو بتاع الدقن اللي بيروح كده. كتلة الأنف عايز أفهمك، كتلة الأنف دي من أول هنا كده، الجزء ده اللي هو اللي هو ملناش دعوة بالعظمة، الجزء اللي هو الغضروف الأمامي، الأنف نفسها، الجزء ده أهو، الجزء الصغير ده، مش ده خط الأنف، الجزء الصغير ده في الأنف، لكن الجزء اللي أنا لسه قايل ملوش علاقة بالأنف ده بره الأنف، هنرسمه بره دلوقتي. طب فوق شوية، يعني أنا عندي ده هنا كده أهو، ولو طلعت فوق شوية هو ده اللي هيحدد لي امتداد الأنف. شايفين الجبهة؟ مش أنا قلت إن دي الجبهة؟ طلعت فوق بره شوية هنا أهو. خلاص بقى هميل ده يروح فين؟ يرجع لورا، يرجع لورا كأنه رايح للخط اللي هو ده. تمام، وارجع بده لجوه عشان اخش جوه الدايرة بقى تاني. ما هو انا قلت ان الجزء ده بره الدايرة، واخدين بالكم؟ فانا عندي ده مين؟ عندي خط العين فين؟ في التلت اللي فوق، التلت اللي فوق اللي هو شايف المسافة دي كلها بقسمها لتلات تلات كده، هو العين في التلت ده، والخط ده بيدخل كده ويجي في التلت ده وياخد الدوران، يرجع بقى للجبهة تاني اهو. مش ده، مش ده راجع كده لورا ودخل لجوه الكرة ورجع بره الكرة، ما هي الكرة نهايتها هنا. تمام. وبعدين بقى بروح للجبهة كده واروح للشعر، الجزء ده راجع لورا شوية اهو، واروح للشعر كده. عايز اكمل الانف، بخش بقى المسافة الصغيرة اللي هي داخل الانف، الوش باصص لتحت شوية والخط ده مايل، الخط ده مايل شوية كده زي ما قلنا في الأول، يعني هطلع النقطة دي شوية كده عشان يميل. خلاص طلعت ده، شوف ده سابق العين هنا. بس كمل الكتلة بتاعة الأنف أهي، وعايز أوصل لنقطة العين. بصوا شايفين الميل ده؟ هو مش نفس الميل بالظبط، يعني امتداد الأنف ده مش نفس الميل، ده معدود شوية، فمش هو نفس الميل ده، عشان ما تفكرش إن هو نفس الميل، ميل أقل. أنا كده ورحت فين؟ عند العين، العين هتبقى هنا. خلاص أنا عرفت مكان كل حاجة، هنزل بقى مسافة وأحدد الشفة اللي فوق، أشوف الشفة اللي فوق بالنسبة للأنف فين هنا، الشفة اللي تحت، الشفة اللي تحتها ارتفاعها أكبر شوية، فهتلاقي المسافة دي أكبر من دي، مش قد بعض، على حسب بقى الشخص اللي انت بترسمه. يعني هنا مش الأنف نهايتها هنا، وراها هنا بحاجة بسيطة أهو، شفت أنا كنت راجع الخط صح أهو. يرسم بقى الحاجب كده، كله هيبقى مستعجل يرسم الحاجب هنا، يرسم الأنف هنا، يرسم الشفايف، كله هيطلع معاه الرسمة صح اهو. تلف كده الفك وتعدل بقى الفك زي ما هو موجود في الصورة، تعدل الصورة اهي، بس كده. لو الوش كده أنا أمامي أهو، كده عايز أبص للجنب أهو، نفس الرسمة اللي فاتت. طب عايز أبص تحت، أحرك الخطوط لتحت، عايز أبص لفوق أحركها لفوق، بس. وكل شوية أحرك لفوق لتحت، لتحت لفوق أهو، بس. ده كله يعني بتنقل، يعني بتنقل الشكل اللي هو الدقن بقى، بتنقل الرقبة من عند الودان أهو كده، ترسم بقى الشعر زي ما هو من عند خط الشعر، ترسم الودان هنا،
تاخد بقى نفس الشعر بتاع الشخص فيقرب لي للشكل أكتر. شفت هنا؟ هنا مين؟ هنا الجمجمة. أنا الشعر طالع برا الجمجمة شوية. فترسم، تقدر ترسم أي وضعية جانبية دلوقتي لو فهمت اللي أنا قلته ده. مهم تفهمه، مهم تفهم قبل ما تطبق عشان ما تقعدش تغلط في الرسمة كتير. يعني هي مش موهبة مني ولا حاجة، هي أنت محتاج تفهم مش تنقل. إنه غلط. العين، خط العين شوفوا هتلاقيها مايلة لفوق زي ما خط الحاجب مايل كده، زي ما خط الأنف مايل لفوق، زي ما خط الشعر مايل لفوق. فهتلاقي كل حاجة باصة لتحت شوية، حاجة بسيطة مش باصص لتحت أوي. بص تقدر ترسم العين بكل سهولة من قبل ما ترسم الأنف. مش العين باصة لتحت، يعني خلي بالك إن النقطة دي بتطلع لفوق كده في العين زي ما أنا شرحتها في الوضعية الأمامية. تمام فكده، والخط ده ماشي كده أهو. شوف انت كده رسمت مين؟ العين. طب بص لتحت، يبقى النقطة دي، يبقى العين بصة كده مايلة كده. شايفين كرة العين مايلة كده. بعدين تقدر ترسم بقى الرموش كده اهي بكل سهولة. ترسم مين؟ ترسم خط العين اللي فوق، وبعد كده ترسم الحاجة. أبدأ بقى نرسم بقى التفاصيل صح التشريحية عشان تديني نفس الشكل. خدتوا بالكوا ايه اللي هيخليك ترسم؟ هي الكتلة بتاعة الوش. لو انت شايف ان انا رجعت العين لورا طلعها لقدام. انا هطلعها لقدام كده واطلع النقطة دي. مش همسح، امسح بقى عشان عدلت، اعدل وبعد كده امسح. عايز ترسم الرموش التانية بنفس زاوية الميل وتاخد الرموش التانية هنا. بعد كده هطلع بالجزء ده لبره، نرجع وعند رجوعي ده ارسم مين؟ التيشيرت. التيشيرت ده طالع لحد فين؟ طالع لحد هنا، يبقى انا هعمل كده. طالع لسه لحد فوق اكتر، اطلعه لحد فوق اكتر اهو، بس مضغطش على القلم، واحدة واحدة. عايز تقصر الرقبة دي عادي اهو، تقصر تاني أهو. مش يعني ممكن تعمل وتعدل
يعني ما انتش مش حد، انت اللي بتتحكم في الرسم. شايف ان هي بتتطور في الرسم لما تبدأ انت تحدد الارتفاع وكل حاجة انت بنظرك، نظرك يتعود. بس مش كل حاجة تعرف تحددها بنظرك يعني، زي القياسات كده، زي الأساسيات اللي احنا بنعملها في الأول. قدمنا النقطة دي عن الجبهة، فانت بتحدد ارتفاع النقطة دي، لو هي تحت شوية كده بتنزلها ازاي كده، بتتحكم في الكتلة كده تنزل. لو الأنف ممتدة، لو في شخص أنفه نازلة لتحت خالص بتنزل النقطة دي. فانت بتطلع وتنزل على حسب الشخص، لكن كلها ثابتة، يعني هي ثابتة لأي شخص. بس الامتداد ده مش ثابت، يعني مش كل الأشخاص عندهم امتداد الأنف طالع لبره قوي كده. في ناس أصلا انت عندها طالع أكتر. طب انت عايز ترسم مين؟ الشفايف، عايز ترسم حدود الشفة دي. بصوا داخلة فين؟ في نص الأنف هنا. يبقى انت خلاص هتيجي في نص الأنف هنا كده اهو، وتبدأ من الشفة بتاعتك اهو، ولا تطلع قدام ولا انت تعرف البداية بتاعتها. الجزء ده طالع 7 كده، وده نازل كده، وبعدين بينحني تاني ميل بسيط جدا اهو. وبعد كده يرجع يطلع على الخط، وبعد كده ينزل. نهاية الشفة دي فين؟ معدية معدية الفم، أو معدية لحد هنا كده. يبقى خلاص، يبقى أنا هطلع وأنزل لحد ما أوصل للخط ده، بس كده. خلي بالك النقطة دي تحت والنقطة دي فوق. ده نازل كده وبعدين بيميل كده. طب ده جاي كده وراجع الشفة اللي تحت راجع. بص أنا لو خدت خط مستقيم هلاقي الشفة دي فين؟ ورا. طب لو أنا خدت من خط مستقيم هنا هلاقي الشفة دي ورا. خلي بالك يعني. وأنزل هنا وأرجع أطلع بقى، وأرجع أطلع أروح فين؟ لدي أهي. هميل بقى الجزء ده كده لفين؟ هل النقطة دي هنا يعني تحت دي، ولا في نص المسافة يعني في النص هنا كده؟ يبقى هاخدها هنا في النص كده. أنا عند النقطة دي، النقطة دي طالعة لبره، اه طالعة لبره. بس انت بتعمل كل ده بعد ما تحدد الكتلة بتاعنا. أقوم جاي في المحيط هنا وأقوم راسم مين؟ أقوم راسم فتحة الأنف أهي، عشان عارف مكانها فين على الكتلة. بص أهو، أنا في الكورس بعلمك كده. امسح بقى الجزء الداخلي ده، اعملها. هنزل تحت حاجة بسيطة وأعمل الجناح أهو. شوف بعمل بكل سهولة أهو، وبستريح عشان تستريحوا انتوا كمان. شوف. هل أنا رسمت بقى الحتة اللي قدام دي وقعدت أقول الحتة دي مدورة مثلثة؟ عشان دي يعني دي كده وتنزل ماشي اه، نزلتها شوية. انت شايف ان انت الفكرة انت اللي بتتحكم في الرسمة، بتنزل وتطلع. هو ده الشبه بقى بيطلع كده اهو. يعني ده وسعته شوية. ممكن اخليها اضخم من هنا، يعني اوسع الكتلة من هنا كده تبقى ضخمة من فوق الودان. نرسم بص الشكل، الجزء ده داخل كده لجوه، وبعدين بدأ يتعب. ده بقى اللي بيجيب الشبه. شفت التعديلات اللي احنا عمالين ده بيجيب الشبه بالظبط، لكن هي الكتلة ثابتة. محدش عنده المسافة دي قريبة شوية أو واسعة. كده انت فهمت الزاوية الجانبية تقدر ترسمها في أي وش. يعني انت هتقوم ماسك الكرة اللي هي بتاعتنا فين. بصوا اهي، انت دلوقتي كنت فاكرين الخط اللي انا شرحته في الأول خالص اهو، قام متحرك من هنا، قام ماشي كده رايح فين؟ عند حدود الجبهة.
ما انا عندي الجبهة هنا اهي، شوف الجبهة هنا لما تتحرك كده بقت هنا. لو انا جبت لك شخص باصص لقدام مش جبهته بتبقى هنا؟ طب والواد ده جبهته متحركة ناحية الشمال، فهو اتحرك كده، بص لف كده، جبهته فين؟ ناحية الشمال اهو. ارسم الأنف، خلاص هنرسم الأنف اهو. هننزل دي كده وهوصل بدي فين؟ لهنا كده. عايزة تنزلي بقى الفتحة بس ما تلزقهاش خلي فيه مسافة كده. الجزء ده تلاقيه بارز شوية لبره بسيطة، ده نازل وده طالع. الحتة دي ده اهي دي هتلاقيها منخفضة، تلاقيها داخلة لجوه. أي حد عنده الحتة دي كده ما بين السنة اللي فوق، السنان اللي فوق والسنان اللي تحت، فده اللي فيها كده. أوزع بص، أوزع في اتجاه واحد، اتجاه الطويل، وأسيح، أروح وأجي ألاقي بإيه؟ خطوط خفيفة. بعدين التسيح رايح فين؟ رايح للأنف كده. بس تخيل دي منخفضة ودي عالية، فبتظلل من ما بينهم دي، وعامل حلق صغير شو. لازم تغمق هنا، فتح وانت طالع عشان يديك إحساس بالدوران.